صدقني انت لو بدأت دلوقتي تقدر ان انت تحقق انجاز رهيب جدا. السلام عليكم. ازاي نقدر نلم المنهج في الفترة اللي باقية قبل الامتحانات؟ هيطلع واحد دلوقتي يقول لي طب ويا دكتور هو ده هينفع؟ هقول لك طبيا هينفع عادي، مفيش اي مشكلة، وهتقدر تلم المنهج في الفترة اللي جاية قبل الامتحانات. طيب قول لي يا عم ازاي طبيا هينفع؟ قبل الامتحانات بيبدأ ان انت يزيد عندك شوية هرمونات كده مثلا زي الكورتيزون، وده اللي بيخليك تحصل كمية كبيرة جدا وتركز في المذاكرة زي ما بيحصل معاك في ليالي الامتحانات ايام ما كنت في تانية ثانوي والسنين اللي فاتت كلها. وده زي اللي حصل معايا برضو شخصيا في ليالي الامتحان، بلاقي مثلا في ليلة الامتحان بقدر اذاكر قد مثلا شهر مذاكرة. يعني كده لو اتكلمنا صحيا هتقدر تلم المنهج، انما كده المشكله في ايه؟ المشكله فينا احنا كاشخاص. بص يا صديقي، المشكله حرفيا بتكون في ان احنا بنقطع. ازاي بنقطع يا دكتور؟ يعني مثلا انت دلوقتي حبيت ان انت افتكرت ان انت في ثانويه عامه، فلقيت فيديو انا ذاكرت المنهج في شهر 4 وجبت 99%. المهم ان انت اتحفزت من الفيديو ده، ايا كان محتوى الفيديو، مش بتكلم على الفيديو. انت دلوقتي اتحفزت وبقى عندك دوافع ان انت تذاكر شويه، فبتبدا ان انت تذاكر وتروح تقطع المذاكره. بس المشكله ان انت بتذاكر ساعه واحده او ساعتين وتلاقي نفسك رجعت لنفس المود تاني، ان انت ما بتذاكرش وترجع لنفس الدايره، تقعد اليوم ده ما تذاكرش وتاني يوم برضو ما تذاكرش وتالت يوم ما تذاكرش، تفتكر ان انت في ثالثه ثانوي، تسمع فيديو، تذاكر، وتدور في نفس الدايره المغلقه للاسف يا صديقي. فاول حاجه احنا عايزين نعملها، احنا عايزين نقطع الدايره دي، والدايره دي مش هتتقطع غير بالدوافع الحقيقيه الكبيره قوي اللي من جواك، اللي لازم ان هي تطلع. هي دي فعلا اللي هتخليك ان انت تبدا وتكمل وتذاكر كتير جدا. وعلى فكره كده كده هتقع، حتى في الشهرين دول هتقع وتقوم وهتقع وتقوم عادي طبيعي جدا، بس احنا عايزين نقطع برضو الدايره دي من جواك. لازم تبقى عايز ان انت تذاكر حتى وانت كسلان. يعني يا دكتور هيكون عندك مثلا تخطيط للمستقبل، لو انت في علم علوم مثلا او انت في ثانويه ازهريه القسم العلمي، هتبدا تقول لنفسك يا انا عايز ابقى دكتور، ابقى زي مجدي يعقوب، او تشوف دكتور عندك مثلا في البلد ده قدوتي وانا عايز اكون زيه، او تشوف اي حاجه وتقول ان انت مثلا عايز تكون الشخص الفلاني. تحط جواك الدوافع بتاعه عيلتك اللي هي معلقه فيك طموحات وامال كبيره جدا وعايزاك ان انت تحقق احلامهم وطموحاتهم. تحط الحاجات دي كلها كده قدامك وقدام عينيك وتبدا تتخيل اليوم اللي انت هتجيب فيه مجموع، وكمان تعلق اسمك وتحتيه كلمه دكتور وتحطه على الحيطه. يوم ما تقع تبص عليه والذاكرة بتاعتك تفتكر الطموحات بتاعتك، فتبدأ ان انت تذاكر. وبكده نكون قطعنا وقضينا على الدايرة اللي احنا بنقول عليها دي. طيب يا دكتور انا دلوقتي قضيت على المشكلة وبقى عندي دوافع، انا عندي مشكلة بقى في ان انا ابدأ المذاكرة، ولذلك حل المشكلة دي في ان انت تبدأ ان انت ما تحددش حاجات كتيرة قوي وتقول ان انت هتعملها. يعني انا سمعت علي محمد علي، يعني مشهور جدا علي محمد علي، في القناة بتاعته على اليوتيوب علي والكتاب، كان بيقول حتة بسيطة جدا عظيمة بصراحة: لما تحب تلزم نفسك بحاجة حدد أدنى قدر تقدر إن أنت تعمله من الحاجة دي. ضرب مثال على حفظ القرآن أو الورد اليومي. يعني قال إن أنت مثلا لو عايز تقرأ ورد يومي وأنت عايز تلتزم عليه، أنت هتحدد إن أنت هتقرأ آية واحدة بس. وطبيعي أنت لما تفتح المصحف هتقرأ، مش هتقرأ آية واحدة، هتقرأ أكتر من آية. بس وليكن أنت في يوم مضغوط جدا، فهتقرأ الآية دي بس، تبقى أنت مرضي لأن أنت كده عملت اللي عليك. وبرضه لو أنت حبيت تلعب ضغط أو حبيت تمارس شوية رياضة، فأنت يوم هتقول أنا هلعب ضغط كل يوم، هلعب عدة واحدة بس، لأن العدة دي هتقدر تعملها في تحت ضغط الحياة. لو انت عندك ظروف مثلا، عندك اي مشكلة، هتقدر ان انت في ثواني تنزل تعمل العدة الضغط دي. والمنطقي ان انت لما تيجي تنزل عدة واحدة ضغط مش تنزل عدة واحدة، كده كده انت هتستمر. فانت تحدد اقل حاجة تقدر ان انت تعملها تحت ظروف قاسية جدا. يعني مثلا تقول انا هذاكر مقدار معين، اقل مقدار تقدر تذاكره في اليوم، تضحك على عقلك وتبدأ بالقدر ده البسيط اللي انت كده كده القدر ده هيخليك ان انت تكمل كتير جدا جدا، وتبدأ بالمادة اللي انت بتحبها. يعني انا كنت بحب الفيزياء جدا، الاقي نفسي مقفول من المذاكرة، اذاكر شوية فيزياء تخليني ابدأ مذاكرة وبعدين اندمج في المذاكرة واقلب بعدها على مواد تانية عادي خالص. طب انا دلوقتي بقى عندي دوافع وبدأت وخلاص، المقاومة اللي بتقاومني ان انا ابدأ اتغلبت عليها واتغلبت على كل حاجة. هتقابلك بقى شوية مشاكل، يعني انت عارفهم. بصراحة انا اتعصبت يعني وانا بكتب السكريبت بتاع الفيديو ده لما جيت عند النقطة دي،
لان انت المشاكل دي اللي هي بتجيلك دي بتعطلك وبتحبطك. زي يا دكتور انا هذاكر في الشهرين دول مش هلحق، هل مثلا هتساوي باللي بدأ من اول السنة؟ طب انا هلحق اراجع؟ طب انا مش عارف هعمل ايه. صدقني انت لو بدأت دلوقتي تقدر ان انت تحقق انجاز رهيب جدا، والنتيجة دي مش بتاعتك انت، دي بتاعت ربنا. فانت ذاكر وابدأ وتغلب على الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي كلها. الخلاصة من الفيديو ده، ما تقطعش تاني في المذاكرة، خلي عندك دوافع قوية تخليك تكمل. حدد اقل حاجة من العمل اللي انت عايز تلزم نفسك بيه يوميا علشان تقدر ان انت تستمر عليه. اخر حاجة معانا ان انت تشيل من دماغك فكرة الافكار اللي هي هتوقعك، زي مثلا انا مش هقدر لو انا بدأت دلوقتي. على الاقل يا عم انجز او انقذ ما يمكن انقاذه. السلام عليكم.